عمرك سمعت عن قبة بتساعد ان هي تجيب الحبيب، او ان هي تفك الكرب، او ان هي تساعد في الانجاب؟ كلام غريب صح؟ تفسير طبعا عندي. تعالوا معايا في رحلة من رحلات ميدو جاب معلومة، يلا بينا نعرف إيه الحكاية. حكايتنا النهاردة عن قبة أبو الهوى الموجودة في أسوان، واللي موجودة على ارتفاع 130 متر فوق سطح الأرض، واللي بتطل على نيل أسوان من الضفة الغربية. أما بالنسبة لتسميتها فزي ما بيقول كتير من الأثريين إن هي بتنسب إلى أحد أولياء الله الصالحين اللي عاشوا في المنطقة دي، وكانت الفترة بتاعته كانت فترة العصر الفاطمي، واللي كان بيلقب بسيدي علي أبو الهوى. ده طبعا قبل ما يدفن في المنطقة ديت، وبعد كده تلاميذه ينشئوا ليه مقبرة في المنطقة دي، ويستوحوا التصاميم بتاعتها من تصاميم العصر الفاطمي اللي كانت موجودة في مصر في الوقت ده. اللي يبهرك في الموضوع يا صديقي إن قبة أبو الهوى ارتبطت في أذهان كتير من المصريين، سكان أسوان والسكان اللي حواليها، بالعديد من الطقوس العجيبة. زي مثلا إن هم شايفين إن أنت لما تجلس أسفل القبة ديت هيحصل مثلا جلب العريس مثلا ولا حاجة، أو إن هي تساعد على إن هي تعالج الرجال اللي بيعانوا من العقم، وده خلاها قبلة للسياح وسكان محليين طول السنة. وفي نهاية حكايتنا النهاردة أحب أقولك إن إحنا مش هنتكلم بس عن قبة أبو الهوى، لا إحنا هنلاقي كمان في نفس المكان، الجبل اللي هو اللي عليه قبة أبو الهوى، هنلاقي كمان حاجة اسمها مقابر النبلاء، وده اللي هنعرفه في حلقة جديدة من حلقات ميدو جاب معلومة. فاستنوني، سلام.